أهلا بكم في الحلقة الأولى من بودكاست زيتونة. البودكاست ده بيتناول مجموعة من الكتب الهادفة أو المواضيع. فكرة البودكاست مستوحاة من الجملة المصرية الشهيرة اللي هو هجيب لك زيتونة الموضوع أو الخلاصة بتاعته من الآخر. وطبعا لأن فكرة الكتب الصوتية أو كده بعض الناس ممكن تلاقيها منفرة شوية أو مش بتلاقي الوقت الكافي إنها تقرأ الكتاب، فالبودكاست ده بيجيب الزيتونة بتاعت الكتب الهادفة اللي بنناقشها في المواضيع بتاعتنا. أنا أحمد ومعانا صديقي أحمد برضو. فهنتكلم النهاردة عن أول جزء من كتاب ويتبره ما علو تتبيرة لدكتور عمر سليمان الأشقر. أهلا بك يا أحمد. أهلا بك يا أبو حميد. طبعا الكتاب للدكتور عمر سليمان الأشقر، والدكتور عمر سليمان الأشقر اللي ما يعرفوش هو عالم أردني. آه، تخرج من الجامعة الإسلامية في السعودية، وعمل مدرس هناك، وجاز رسالة الدكتوراه والماجستير، وبعدين دكتوراه من مصر. مهم. واشتغل طبعا فترة بالتدريس في السعودية، وبعدين انتقل للكويت، وانتهى بالمطاف طبعا مدرسا برضه الأردن. وليه كتب طبعا كتيرة، ويمتاز ما شاء الله إن الكتب بتاعته كلها ما شاء الله جميلة وموفقة. هو أول حاجة لاحظتها وإحنا بنقرأ في الكتاب يا أحمد، في مثلا سؤال دايما بيتوارد لأذهان الناس، إن ليه ربنا سبحانه وتعالى سمح لليهود يعملوا كل الفظائع اللي بيعملوها دي واللي بنشوفها دلوقتي. فأكيد ده تساؤل بيخطر على بال ناس كتير جدا، اللي هو ليه مثلا اليهود موجودين في الأرض، وليه ليه كل الإفساد اللي هم بيعملوه في الأرض ده، وإزاي ربنا سبحانه وتعالى سمح بحاجة شبه كده إن هي تحصل. سؤال جميل، وخصوصا إن هو السؤال ممكن نقول إن هو في محور هو سؤال معادلة الشر. اه. ولكن خلينا نجاوب على السؤال في مضمون والإطار اللي هو بيتكلم فيه الكاتب. مه. طبعا اليهود بيدعوا إن هم أهل فلسطين، وده كذب. مه. ويمكن بيحتجوا في كلامهم ده ان فلسطين كانت لانبياء ورثة بني اسرائيل والصالحين من اتباعهم. مه. ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الارض لا يرثها عبادي الصالحون. مه. فالارض المقدسه في فلسطين والشام هي لعباد الله الصالحين، مش لجنس اليهود بعينهم. مه. فلما يعني اليهود اخلفوا عهودهم مع ربنا سبحانه وتعالى، وكفروا بآيات الله ورسل الله، وأسأل طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام، ربنا طردهم من رحمته وسلط عليهم اللي دواهم فعلا الخسف والمذلة، وشردهم في بقاع الأرض. مه. وبالتالي فاليهود ما لهمش إذن شرعي ربنا سبحانه وتعالى يحبوا أرضاً إن هم يكونوا في القدس، ولكن هو إذن قدري ربنا عاقب به الأمة الإسلامية بسبب تركها للشريعة وهجرها لكتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فربنا عاقبهم بأبغض خلق الله إلى الله وللمؤمنين هم اليهود. مه. مه. ده حقيقي فعلا، طبعا زي أي ابتلاء أو أي فتنة الإنسان بيصاب بيها في حياته أو اختبار الإنسان بيمر بيه. فاحنا ممكن نقدر نقول إن وجود اليهود والحاجات اللي بيعملوها دي اختبار مجمع كبير للمسلمين أو أو الأمة الإسلامية بشكل عام. وفعلا في النهاية يعني إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. بس طبعا الأرض بتحب اللي يحارب عشانها برضو. وفي النهاية يعني إيراث الأرض ده نقدر نقول إن هو برضو في النهاية محتاج سعي. بس واحد أنا مش هيديك نعمته أو مش هيديلك الفضل الكبير ده غير لما تسعى إنك تحصل عليه. نقدر نقول حاجة شبه كده أكيد، ولا إيه؟ بالضبط. وفينا حتة مهمة إن إحنا عاوزين نقول إن ربنا سبحانه وتعالى أراد، يعني إحنا قلناها كده سريعا، إن ربنا أراد قدرا إن هم يكونوا موجودين، ولكن لم يرد شرعا. وحتة مهمة في العقيدة الإسلامية إن هو في فرق بين الإرادة القدرية والإرادة الشرعية، وحتة أثر بها الكتاب ومهم إن إحنا نناقش مم. الإرادة القدرية. ربنا سبحانه وتعالى القدر مراتب، يعني أحيانا ربنا سبحانه وتعالى كتب الشيء علمه قبل أن يحدث، مم. ثم خلق سبحانه وتعالى كل هذا من القدر. فلما ربنا سبحانه وتعالى يعني ينشئ
ملائكة يعصون يطيعون ولا يعصون، وإن شياطين يعصون ولا يطيعون. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يخلق يعني جنسا آخر وخلقا آخر، يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى نفسه وسواها فألهمها فجورها وتقواها. فربنا سبحانه وتعالى يزرع فيهم إرادة الفجور وإرادة التقوى، ويرسل مثلا الرسل والكتب ينزلها عليهم عشان يكون في اختبار لهؤلاء الناس، يختاروا الخير ولا يختاروا الشر. فربنا سبحانه وتعالى يعلم مسبقا ان هناك من سيعصيه، وده طبيعي، الله سبحانه وتعالى شديد العقاب، فيكون شديد العقاب وهناك من لا يعصيه. تمام. وكيف يكون غفور رحيم وليس هناك من يتوب من بعد المعصيه. تمام. فلو قلنا ان الله سبحانه وتعالى سيعذب وليكن الشياطين، ولكن من سيغفر لمن. ف يعني اختار ذلك وغيرها من الحكم طبعا خلق البشر، ولأن ربنا سبحانه وتعالى كتب كل ذلك. فلما يأتي هؤلاء البشر ويأتي جزء منهم ويعصي الله سبحانه وتعالى، وهنا أسأل سؤال: هل هم عملوا كده يعني رغما عن الله والعياذ بالله؟ أكيد لا. طب هل معنى أن ربنا سبحانه وتعالى تركهم يعملوا كده قدرا؟ ربنا قدر، كتب، عالم وكتب ان هم يعصوا الله سبحانه وتعالى. هل معنى كده ان عصيانهم ده امر شرعي؟ اكيد لا، لان اختبار، وطبعا الاختبار بيكون فيه من ينجح ومن يفشل. ولكن الاراده دي الاراده القدريه، ان الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك واراد ان يكون هناك صوتا من يعصي ومنهم من يطيع، ويكون ذلك امرا مقدرا مكتوبا عند الله سبحانه وتعالى ويحدث يعلمه قبل حدوثه. فده امر يدخل تحت الإرادة القدرية، أراد الله هذا من حيث القدر. أما الإرادة الشرعية ما يحب الله سبحانه وتعالى وما أمر به عباده هو أن يطيعوه. عشان كده العلماء يقول لك الإرادة القدرية والإرادة الشرعية بيجتمعوا في إيمان المؤمن ويفترقوا في كفر الكافر. إزاي؟ إيمان المؤمن وهو إن الله سبحانه وتعالى علم مسبقا وكتب في كتابه أن هناك من سيؤمن به وبرسله وخلقهم خلق أفعاله، وهو يحب ذلك. فلما ده حصل وربنا بيحبه اجتمعت الإرادة القدرية والشرعية في إيمان المؤمن. طب لما نيجي نشوف بقى لكفر الكافر، لأن ده ما بيحصلش. الله سبحانه وتعالى وليكن مثلا أبو جهل أراد أن يؤمن شرعا، ولكن قدرا كفر أبو جهل، ولم يكن ذلك يعني عنوة، ولكن ترك الله لأنه خيره ولأنه سيحاسبه بعد ذلك. ممتاز جدا. طب نقطة زي دي ممكن تاخدنا أكتر شوية لو جينا نتوسع فيها، طالما ربنا سبحانه وتعالى قدر الحاجة بالشكل ده، أو بما أن ربنا سبحانه وتعالى عارف الغيب وإن ده هيعصيه أو ده هيؤمن، فبعض الناس ممكن تقول طب بما أن ربنا عارف الحاجة يبقى هي 100% تحصل، فبالتالي فين بقى نقطة إن إحنا مخيرين أو لأ؟ كان الدكتور مصطفى محمود في كتابه أعتقد حوار مع صديقي الملحد كان تطرق إلى النقطة دي شوية، فكان بيقول إن إحنا برضو حتى بنقولها في دعائنا أو كده، اللي هو يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما كان ما لم يكن كيف يكون. لا، ما لم يكن لو كان كيف يكون. ما بالظبط، ما لم يكن لو كان كيف يكون. فهو مثلا احنا لو جينا نبسطها جدا، ان هو لو انت ماشي في طريق وقدامك مفترق طرق يمين او شمال، فربنا سبحانه وتعالى عارف انك لو رحت يمين ايه اللي هيحصل لك، وعارف لو رحت شمال ايه اللي هيحصل لك، بس نقطة الاختيار دي بقى اللي وقع عليك. ربنا سبحانه وتعالى عارف انت هتختار ايه ماشي، وعارف ايه اللي هيحصل لك لو انت اخترته، بس نقطة الاختيار بقى في اللحظة دي هي وقع عليك. بس في النهاية انت كل ده بتتصرف داخل علم الله وداخل يعني إدراك ربنا سبحانه وتعالى في الحاجة اللي أنت بتعملها. ممكن نبدأ دلوقتي في نتكلم عن اغتصاب اليهود لأرض فلسطين. المطلب الأول من المبحث الأول بيتكلم في أوله خالص عن دول اليهود اللي قامت قبل كده، وممكن نتكلم عن العرض الثامن اللي كان يتكلم عنها أبو عبيدة. منين جه المسمى ده مثلا؟
صحيح. ربنا سبحانه وتعالى يعني أعطى لإسرائيل أرضا مقدسة لبني إسرائيل فلسطين في عهد أنبيائهم، وقامت دولتهم في أرض فلسطين في عهد أبي الله عليه السلام وابنه سليمان عليه السلام. وده كان في سنة عهد الله في عهد نبي الله داود وابنه سليمان عليه السلام، وده كان سنة 997 قبل الميلاد. وامتد الحكم بتاعهم لمدة 74 سنة. وده فعلا زي ما انت قلت ان هو حته لعنه العبد الثامن اللي قال عليها يعني ابو عبيده، واللي تفسر لنا مثلا مقوله يهود ضرب قصد بنيامين نتنياهو، حته ان هو نفسه ان اسرائيل تعيش 100 سنه، وان هي دي ملاحظه تاريخيه ان ما فيش دوله لليهود بتكمل اكتر من 80 سنه. وفعلا بعد مدة 74 سنة دولة اليهود اتقسمت لمملكتين. المملكة الأولى كان اسمها يهوذا، ودي كان العاصمة بتاعتها القدس، ودي اللي دمرها نبوخذ نصر واحتلها وحرقها بالنار، وحتى أخذ بني إسرائيل سبايا يعني أترجم لمملكته بابل في العراق، وكان تقريبا 50,000 أسير يعني. والمملكة التانية كانت مملكة إسرائيل، وعاصمتها السامرة أو كان اسمها سبسطية، ودي برضو تمت إزالتها من الملك الأشوري سرجون الثاني سنة 721 قبل الميلاد. هي ملاحظة ممكن بس بعض الناس ما تاخدش بالها منها، ان السنوات بتاعت قبل الميلاد بتبقى ماشية بالعكس. يعني احنا في الاول اتكلمنا عن قيام الدولة بتاعت اليهود 997 قبل الميلاد، بعد كده كان سقوط المملكة التانية بتاعتهم 721، فاحنا الارقام بتقل لحد الميلاد وبعد كده تبدأ تزيد تاني عشان ما حدش يتلخبط بس في التواريخ. طب وبعد كده ايه اللي حصل يعني بعد لما اليهود اقصوا اتسردوا في الارض وكده؟ يعني هم اتسردوا في الارض، وبقى تقريبا كل الدول يعني فيها يهود ولكن مسردين وشتات. وربنا سبحانه وتعالى قال سورة الأعراف: واستأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. طب لما اليهود بقى اتشردوا في الأرض وتقريبا ما فيش دولة تخلو من وجود اليهود فيها، ايه كان حالهم هم مشردين في الأرض؟ أو ايه كان رغبتهم أو الحالة النفسية ليهم بعد لما اتشردوا في الأرض عموما؟ هو طبيعي إن احنا يعني أي حد يرجع بعد الأرض كان عاوز يرجع لها تاني يعني. وده طبعا خلى إن فيه تطلع يهودي لما يرجعوا للبلاد اللي سكنها آبائهم، أو اللي هم يعني بيقولوا إن هم آبائهم يعني. وإلا طبعا اللي بيشوف اليهود يعني حاليا يعني يستحيل لما يكون عرق واحد، فأنت عندك يهود سمر ويهود بيض ويهود صفر والأسكناز وغير الأسكناز وبتاع، فطبعا مستحيل يكون طبعا كلهم يعني عرق واحد، وخصوصا أغلب اليهود من الاسكناز مثلا هم الاوروبيين، وكان اصلهم تركي في الاساس. وعشان عقيده اليهود طبعا ان ما ينفعش حد يكون يهودي لازم يكون ليه اصل يهودي اب او ام حاجه زي كده. فطبعا كان في ملك تركي دخل الاسلام من اصل تركي من جنس التركي ومش من الدوله التركيه يعني. وبعد كده الناس لو اتباعوا هم اللي بعد كده بيقولوا في اوروبا، فمستحيل يكونوا هم تبعوا، ما كانش لا والده ولا والدته مسلمين يعني. يهود اقصد يعني عشان دخل اليهوديه وما كانش ليه اصل يهودي من اب اول، وبالتالي مستحيل، وده يفسر ان مستحيل يكون كل دول جنس واحد، ولكن هم معتقدين ان هم جنس واحد وبيتطلعوا يرجعوا للديار اللي هم معتقدين ان ابائهم اعتقادهم طبعا او زمنا، ده مش امر مش حقيقي يعني، ان هم سكنوا. وعشان كده كانت التحيه فيما بينهم في الاعياد والافراح ان هو بالدعاء بالعوده في العام القادم الى يعني فلسطين. الجزء اللي بعد كده بيتطرق اليه الكاتب ان هم حاولوا يعني هم حاولوا يحققوا حلمهم ده بان هم يرجعوا لارض فلسطين، وهو برضو يعني
هو يعتبر امل او حلم يعني كاذب او غريب شويه بالنظر برضو، لان عقيدتهم فيها فساد كبير. يعني بنلاقي دلوقتي اليهود المقيمين في اسرائيل على سبيل المثال، يعني حتى كان في واحد يهودي مثلا من ضد فكره الصهيونيه بيقول ان اليهود بتوع اسرائيل دول عندهم حاجه غريبه جدا، لا يؤمنوا بوجود الله او مش بيطبقوا تعاليمه، وفي نفس الوقت مؤمنين ان هو وهب لهم ارض فلسطين. فدايما في تناقض حتى في رغباتهم او الحاجات اللي هم بيحاولوا يحققوها. بس رغم كل التناقض ده الا ان هم بيسعوا لتحقيقها بشتى الطرق. بالدليل مثلا ان في العصر الاخير ده، يعني في اخر مثلا 100 سنه على سبيل المثال، ان هم قبل ما يجوا طبعا ارض فلسطين وكده حاولوا يبقوا في مناصب القوه والاماكن اللي فيها سيطره على البلدان اللي هم كانوا فيها. بالتالي يقدروا مثلا يتسللوا او يشقوا طريقهم في ان هم يعني يلهموا السياسات بتاعت الدول دي ان هي تساعدهم ان هم يدخلوا ارض فلسطين. وده اللي حصل في النهايه في وعد بولفور. فهم عملوا ايه بقى، او ازاي خططوا ووصلوا لان هم يقنعوا الدول دي، او ان هم يعني يضغطوا على السياسات بتاعت الدول دي ان هي تدي لهم ارض فلسطين في النهايه. هم طبعا اليهود طبعا رغم ان هم بيكفروا بسيدنا عيسى عليه السلام، وبيدعوا ان هو يعني ابن زنا والعياذ بالله، وبيكفروا طبعا بالانجيل، وبيدعوا طبعا كذب الموضوع ان هم اللي قتلوا سيدنا عيسى وسفكوا دمه وصلبوه. بيراوا ان النصارى مؤمنين بكده مؤمنين ان هم ان اليهود هم اللي سلبوه او حرضوا على خطه على الاقل يعني. بس هم بيستغلوا النصارى بالذات اللي هو البروتستانت. طبعا النصارى طائف كتير، ولكن في طائف 3 كبيره، وهي الارثوذكس زي عندنا في مصر مثلا، والكاثوليك وده موجودين مثلا في اوروبا، وفي جزء طبعا في اوروبا وامريكا اللي هم البروتستانت. بيستغلوا جزء النصارى لانهم بيؤمنوا بالتوراه. طبعا النصارى عندهم عهد قديم وعهد جديد. العهد القديم هو التوراه، العهد الجديد هو ما يسمونه بالانجيل يعني. الانجيل هذا مش الانجيل حقيقه يعني. فطبعا اليهودي بيقفوا قدام النصارى يكلموا ان انت المفروض تنصرني، فلسطين دي ارضي، والدليل على كده هو لسه التوراه اللي انت نفسك يعني بتؤمن بيه. ازاي كده؟ يا ده هم يعني بيلعبوا على الجزء العاطفي شويه اللي عند الشخص النصراني او المسيحي مثلا، في ان هو يقف في الصف. بالظبط. طب ايه كان مثلا رد فعل الدولة العثمانية في الوقت ده من قيام من قيام دولة لليهود في فلسطين؟ طبعا هم عشان يعملوا دوله يهوديه، هم كان عندهم شويه اقتراحات يعني. فنعملها في فلسطين، لا نعملها في اوغندا تقريبا، لا طب نعملها في الارجنتين. يعني هو كان في اماكن مختلفه اتفقوا يعني مؤخرا ان هو تكون فلسطين مثلا يعني في حجه، ومش بلد مثلا مش بلد حر مثلا زي الدولة اللي اخترعت في افريقيا. يعني في الاخر هي كانت انسب حاجه ليهم، وكان طبعا قدامهم يعني حجر عثرة في طريقهم اللي هو الدوله العثمانيه. ف يعني وعشان كده طبعا هم كانوا سبب في تدمير الدوله العثمانيه وازاله الخلافه، واللي هي صدمه ما زالت يعني توابعها معانا الى الان يعني. وطبعا حلت محلها دولة علمانية مصر لليهود ومؤامرة اليهود، وهي الدولة التركية الحالية. ويمكن مؤخرا بدأ يتغير يعني سلوكها السياسي. وده طبعا ازاي هم عملوا كده؟ هم في الأول بدأوا بالعروض يعني. فراحوا للسلطان عبد الحميد، وكان هيرتزل اللي راح له تيودور هيرتزل، وهو كان صحفي، وكان يعني هو ممكن يقولوا بيسموه مثلا موسى دولة إسرائيل، كان موسى الثاني عندهم. فبدأ إن هو يحاول يبتز أو يتفاوض أو يعني يغري السلطان عبد الحميد. طبعا كان في ديون على الدولة العثمانية، فقالوا إن إحنا هنسدد لك الديون دي. طبعا إن شاء الله هنقول طبعا تفاصيل في ثنايا الكتاب يعني، ولكن هو كان رافض رفض شديد. ولما فقدوا طبعا الأمل
كانوا السبب في ان هم ملكه يزال ويتم عزله عن المنصب، وبعد كده آه، يعني انهاء الخلافه الاسلاميه. مم. انا كنت اعرف برضو ان في الفتره دي قبل يعني محاوله اليهود قيام دولتهم في فلسطين، ان كان اغنياء اليهود على يعني في شتى بقاع الارض او في العالم وكده. برضو لان هم اغنياء ومعاهم نفوذ، فهم قدروا يضغطوا ضغط شديد جدا على السياسات الخارجيه. وطبعا المال محرك لكل حاجه بالنسبه للشعوب الغير مسلمه. فنقدر نقول ان يعني بما ان اليهود كانوا في مناصب قوه ونفوذ وسيطره، فهم يعتبروا اللي بيحركوا العالم. فايه مثلا اللي خليهم يوصلوا ازاي تسللوا للمناصب دي مثلا في الدول الاوروبيه؟ طبعا هو يعني التسلل آه، بدأ بتسلل اليهود للمناصب الدينية النصرانية. مم. بعد ما دخلوا في النصرانية طبعا نفاقا، يعني هم بيعلنوا إن هم نصارى وهم مش نصارى ولا حاجة، ولكن هم بدأوا يتسللوا للديانة النصرانية ويكونوا مثلا قساوسة مم. وحاجات يعني، عشان يعني يحصل تفكيك وتدمير من الداخل للديانة اليهودية. وده حصل حتى في الإسلام، يعني تظهر عدد كبير منهم بالإسلام في تركيا ودول غير، مم. ودول كان لهم دور كبير جدا في سد تركيا انذاك، يعني الدولة العثمانية انذاك، أو رأس الدولة التركية، الدولة العثمانية اللي هي تركيا حاليا يعني. و- وطبعا في دليل شديد يعني محتاجين ان احنا نقوله في ان هم يعني ده كان منهجهم. مم. في رسالة أرسلها أحد سامات اليهود للمجتمع اليهودي القائم في الأسيتان. مم. وخلينا نقرأ الرسالة دي مع بعض، ودي ذكرها طبعا المؤلف في ثنايا الكتاب. إن الفرنسيين في إكس المفسية بيهددوا معابد اليهود، يعني هم بيهددوا معابدنا، نعمل إيه يعني؟ مم. فطبعا كان الرد كده اللي هو أيها الإخوة الأعزاء، بأسا توفينا كتابه. يعني الموضوع مأثر فينا جدا. مم. فيعني عندهم ايه ولاء وبراء يعني. مم. آه وقول انت يعني تطلعنا في الكتاب بتاعك على ما تقاسيه من الهموم البلايا وكده، ونحن يعني اجتمعنا وهنقول لكم رأي المراذبة والعصامة اليهود. مم. صاروا انتوا بتقول لنا ان ملك فرنسا بيجبركم على ان انتوا تعترفوا بالمسيح. يعني والله اعتنقوا انت ما تقدروش تقوم، بس اهم حاجه ان يعني ايه يكون شريعه موسى راسخه في في قلوبكم يعني. مم. هم بيحاولوا ياخدوا فلوسكم، خلاص خلوا ولادكم تجار، عشان بعد كده هم دول ياخدوا فلوس المسيحيين. وتقولوا ان هم بيعتروا على حياتكم، يعني خلاص خلوا ولادكم اطباء وصيادله، بعد كده هم هيجوا يكشفوا عندكم وتكونوا انتم متحكمين في صحتهم وتقدروا تعدلوا حياتهم. مم. انتوا بتقولوا مثلا ان هم بيهدوا المعابد بتاعكم، خلوا ولادكم كهنه واكليريين، وبعد كده بهدموا الكنائس بتاعتهم من الداخل، يعني هدم معنوي يعني. مم. انتوا بتقولوا مثلا ان هم بيتعدوا عليكم تعديات كتيره جدا، خلاص خلوا من ولادكم وكلاء دعوه وكتبة عدل، وخلوهم يكونوا الموظفين الحكوميين، ويعني بالتالي هياخدوا عليكم المسيحيين وتكون لكم السلطه. مم. و يعني وانتوا كده هتعرفوا ان انتوا بالذل والطاعه اللي انتوا فيها دي هتوصلوا لذروه القوه والسلطه الحقيقيه. مم. طبعا الرساله دي على لو بتاع من الرياضه القسطنطينيه، ودي كانت سنه 1489 ميلاديا. وده يدل على يعني قد ايه ان هم فعلا قدروا يمسكوا مفاصل الدول الاوروبيه ويحركوها طبعا لتحقيق سياسات. مم. مم. والله هو بعيدا طبعا عن ان هم بيخططوا من زمان جدا، من مئات السنين بل من الاف السنين، ان هم ينفذوا اللي هم عايزين ينفذوه. يعني بعيدا طبعا عن ان هم يعني عقيدتهم خاطئة 100% واللي بيعملوا ده غلط، بس عاجبني الاصرار بتاعهم على تنفيذ الغلط بتاعهم ده.
ان هم بيخططوا، بيعملوا خطة ويفضلوا ماشيين وراها بنفس النهج فترة طويلة، عندهم طول نفس. فأعتقد احنا بنفتقد لنقطة زي دي دلوقتي في حياتنا، ان محدش عنده طول نفس ان هو يفضل ماشي ورا نهج معين او خطة معينة لحد ما ينفذها في البداية. لما قلت ان هم بيحاولوا يجردوكم من املاككم، آه، افتكرت الجزء بتاع الفترة بتاعت ان اليهود فترة لما كانوا عايشين في اوروبا، اصلا كان المسيحيين ما بيتعاملوش معاهم، بيحاولوا ما يتعاملوش معاهم اصلا في التجارة او في البيع والشراء وكده. فكان الحاجة الوحيدة اللي هم يعني متاح ليهم ان هم يكسبوا من وراها ان هم يقرضوا الناس فلوس وياخدوها بالربا. ف... فطبعا كان اليهود بيحققوا طبعا يعني مبالغ طائلة جدا من ده، بحكم ان المسيحيين كان حرام عندهم وقتها الربا او اقتراض المال وكده يعني. ففكرة اليهودي الطماع بقى اللي هو الكاريكاتيرات اللي بنشوفها اللي هو بمناخير كبيرة وماسك سرة من الدنانير والكلام ده، هي نبعت من الفترة دي من وقتها. بل ان في حاجة غريبة جدا، ان قبل قدوم الحروب الصليبية للعالم العربي والإسلامي تحت طبعا لواء ان هم عايزين يطهروا العالم من الكفر وكده، قبل ما يتحركوا طبعا تجاه العالم الإسلامي والعربي، هنا قال لك ايه ده؟ طب ما احنا عندنا هنا جنبنا كفار اللي هم اليهود، واحنا اصلا علينا ليهم فلوس وهم معاهم فلوس كتير وبتاع. فاحنا قبل ما نروح نطهر العالم من الكفار المسلمين على حسب قولهم، ليه ما نطهروش من الكفار اليهود اللي جنبنا هنا الاول؟ هم بالمره قريبين ونخلص من الدين اللي علينا. فكان الموضوع غريب جدا يعني بالنسبه للحقائق التاريخيه اللي نادرا لما بتلاقي الناس بتتداولها. صحيح. وهم يعني هم فعلا عندهم طول نفس، وعندهم يعني تنظيم شديد جدا. وممكن في كتاب اسمه رياح التغيير في اليمن للأستاذ أحمد محمد الشامي، وهو بيحكي قصة عن دكتور كان يعني أستاذ دكتور في جامعة القاهرة حاليا، كان ساعتها طبعا اسمها جامعة الملك فؤاد. والدكتور ده راح لليمن بصحبة يعني يمن اسمه الفضيل الورتلاني. ولما راح هناك هو يعني بدأ طلب يعني ان هو يسافر لصنعاء العاصمة عن طريق بلدة اسمها إب. وقال والله ما في هناك يعني في منطقة آثار هناك اسمها ظفار بمنطقة يريم، فأنا عاوز أروح المكان ده. طبعا هو كان مدير لدار الآثار المصرية، وكان يعني بيتقن لغات كتيرة جدا، عربي إنجليزي ألماني فرنساوي وعبري وحبشي ولاتيني. فيعني هو كان يعني يعني بوليجلوت يعني هو كان ما شاء الله يتكلم حاجات كتير. كان اسمه ايه احمد كان اسمه ايه الراجل ده؟ هو كان اسمه الدكتور احمد فسري. ده اللي هو اللي هو هيكون على القصه، واللي كان راح معاه اليمن اسمه الفضيل الورتلاني. وقلنا ان هو المؤلف اللي هو احمد بن محمد الشامي اللي هو صاحب الكتاب رياح التغيير، مظبوط كده؟ بالظبط. وكان طبعا هو المرافق يعني راوي القصه الاستاذ احمد الشامي. وهو بيقول يعني العجيب ان هو الطريق صعب جدا، رحله شاقه، وما راحش في منطقه الاثار اللي هو قال عليها اللي هي في طريق لا، ده هو راح كان في يهودي هناك يهودي اليمن في منطقه اسمها اب. الكلام ده كان سنه 1947. وكان لسه يعني لسه الهجرات الكبيره، الجماعه الفلسطينيه لسه يعني بتتسرسب كده. وما كانش لسه حتى اليهودي اليمن هاجروا ساعتها. ولا انا خلاص اقعد في يعني استجير واتفرج على الاثار اللي هنا وبتاع، يعني سؤال مش غريب، راجل بتاع اثار يعني. بس تاني يوم قال لك انا عايز اروح كنيسه اليهود. والغريب ان هو بيحكي ان هو قدر يكلم الحبر اليهودي بلغه عبريه سليمه جدا، طلب منه التوراه المخطوطه وبدا يقرا العيد بتاعها بصوت مرتفع، وما فيش حاجه بسيطه
الكنيسة اتملت يهود قاعدين خاشعين جدا، بيسمعوا قراءته للتوراة. وأول ما وقف الناس اتهفتت عليه وبدأوا يكلموه عبري. والراوي اللي هو الأستاذ أحمد شامي بيقول أنا مش فاهم الناس دي بتقول إيه بالظبط. وبدأ يقول لقيتهم بدأوا يجيبوا حلويات زبيب ولوز ومأكولات وبتاع. و يعني حس إن هو إيه الموضوع فيه، لا في حاجة غريبة يعني. وبعدين بدأ هو يتكلم عربي وقال لا بكرة إن شاء الله يعني أشوفكم أو وفد منكم يجي لي في دار الضيافة اللي كان نزل فيها يعني بعد صلاة العشاء. وبقول طبعا هو يعني لازم بقى إيه يعني يحاول يمسح الموضوع يعني. فبدأ يقول الأستاذ أحمد الشامي وهو مروح يعني إيه ده هم افتكروا إن أنا من يهود فلسطين، وافتكروا إن أنا مبعوث بن غوريون، ويعني هم بكرة عاوزين يقول يعني إيه يسألوني يعني عن دولة إسرائيل المرتكبة. بس يعني إيه بس برضه معلش برضه يعني مش عاوزين أي حد من رجال الدولة يكون حاضر معايا يعني لما يكون الزيارة. فمعلش يعني ناخدهم عن تعلم كده معنا الكلام يعني، وسيبني أشوف يعني إيه الناس ده عندهم إيه. اليهود بدأ بقى يتكلم بقى يعني إيه هو بقى عايز يقلب الحوار ده. اليهود دول ناس خطر جدا وبينهم تعاون جبار ونفسهم طويل والعرب نايمين وفلسطين قربت تضيع واليهود هيمسكوها وهيكونوا بجميع أنحاء العالم. وده أنا حتى يعني أنا من كتر ما أنا شايف المشهد أنا متخيل يهود اليمن رايحين لهناك ومش عارف إيه وبتاع. فأحمد الشمائل إزاي يعني يعني الناس دي بقى لها في اليمن 1000 سنة 1000 سنة في اليمن. فإزاي يسيبوا أرضهم اللي فيها 1000 سنة ويروحوا قال له هتشوف راجل مستغرب يعني. بس يعني بعد كده حصلت القصة وفعلا راحوا ضروه كده ويعني انتهت القصة. ولكن كان الأستاذ أحمد الشامي يعني أو الدكتور عمر سلمان الأصغر بيقول إن هو مستحيل يكون أحمد فخري ده غير إنه يهودي متسفل في الإسلام. لأن هو طبيعي إن العبرية أي حد يعني يتكلم عبري سهل جدا، أي حد يتكلم عبري، بس مش سهل نهائي إن حد يقرأ التوراة اليهودية بالإتقان وكما يقرأها اليهودي إلا واحد يهودي منه. فظهر في القصة إن هم اتجمعوا حوله وخضوع وخشوع وإقبال فهو فعلا هو كان مبعوث بن غوريون. هو كان بيحاول يقلب الكلام يعني هو كان مبعوث بن غوريون وكان راح بيتكلم معاهم في هو يعني فيما بعد ايه اللي هيحصل في الخطوات الجايه لما يتم اقامه دوله اسرائيل. وده يدل ان هم فعلا دي كانوا منتشرين في كل انحاء العالم بكل وبينهم وبين بعض اتصالات رهيبه جدا. فعلا حاجه تخليك تتعجب من علو همه اهل الباطل فعلا. والله هي موضوع محزن شوية الصراحة، ان هو يعني اهل الباطل وعندهم همة عالية للدرجة دي ان هم يحاولوا يعني بالبلدي كده يحفركوا ان هم يوصلوا اللي هم عايزين يوصلوا. مش عارف لو كان ده يعني جزء من المعضلة ان احنا عارفين ان احنا على حق وعارفين ان الحق هينتصر في النهاية بنا او بغيرنا، فده بيدينا جزء شوية من الطمأنينة الزائفة ان احنا ما نجتهدش ان احنا نكون احنا السبب في نصرة الحق. هو الحق كده كده هينتصر في النهاية واحنا عارفين ان هو هينتصر في النهاية، بس السؤال هو هل ربنا هيستخدمك في نصرة الحق ده ولا لا؟ يعني هو الحق مش عايزك عشان ينتصر، انت اللي محتاج الحق عشان تنتصر. يعني تحسب يعني الفكرة خليه يا عم هو هيجيب حد غيرنا يعني، بس احنا هنسأل عن نصرتنا الحق دي المشكلة. هو فعلا دي المعضلة فعلا، يعني بلاش الراحة الزائفة اللي احنا محسين نفسنا بيها دي. لان احنا في النهاية فعلا زي ما بتقول هنسأل هل احنا نصرنا الحق ده ولا لا. انت مالكش دعوة بالنتيجة اللي في الاخر المسار بتاعك وصل لها، انت ليك دعوة فقط بالسعي اللي انت بتسعى، لان ده اللي انت تسأل عليه.
بالنسبة للطريقة اللي هم بدأوا يتسللوا بيها الأرض فلسطين، في مثلا ناس تقول إن مقولة كده الشهيرة اللي ملهاش أي أساس من الصحة: الفلسطيني باع أرضه. فأنا أعرف مثلا إن اليهود حاولوا يشتروا أراضي في فلسطين وينشئوا عليها مدن وقرى وطرقات ومزارع وكده. بس هو يعني الحاجة اللي ناس كتير ما تعرفهاش إن هو كان بالفعل في يهود عايشين في أرض فلسطين وقتها، وإن فلسطين وقتها كانت تحت الانتداب البريطاني. وطبعا لأن هم اليهود وصلوا لمناصب عليا في الدول الأوروبية وكده، فقدروا يخططوا من بدري إن هم يروحوا أرض فلسطين، بدليل إن الانتداب البريطاني وقتها فرض اللغة العبرية على أهل فلسطين بجانب اللغة العربية. طبعا ده كان تحت ذريعة إن في يهود بالفعل عايشين هناك وكده، وكانت نسبة ضئيلة بس كان في يهود بالفعل عايشين هناك وكده، فكانت دي ذريعتهم يعني إن الناس ترغب إنها تتعلم عبري. فحتى بنشوف المخطوطات أو العملات القديمة اللي منقوش عليها كلمة فلسطين ممكن نلاقي كلمة أو كلمتين عبري. دي برضو حاجة بيلجأوا ليها في كذبهم، إن لو كان فعلا أرض اسمها أرض فلسطين تملكها عبري، وقتها في عبري وقتها، طبيعي جدا انه يكون في عبري. يعني هي مجرد لغة. يعني هل هو ده مش دليل مثلا ان لا ده كان اسمها اسرائيل في الاول وكده؟ عشان لو حد مثلا وقع في الفخ ده يبقى خلي باله كويس. والله هو التخطيط اليهودي وصل لدرجة يعني تثير السخرية على مئات السنين، ان هم يعني حاولوا يوصلوا لمناصب عليا في دول اوروبية ودول اسلامية. بل ان مثلا انت ممكن تستغرب من رد فعل بعض الدول الاسلاميه دلوقتي وبعض الدول العربيه تجاه القضيه الفلسطينيه او كده، وتقول ازاي دول مثلا يعني بيدعوا ان هم مسلمين وعرب، وده رد فعلهم. ف فانت ايه رايك يا احمد في الجزئيه دي؟ هو فعلا بعد ما الطالعين اعلنوا في يعني كتابة ان عدد من رؤساء الدول في العالم الاسلامي هم يهود او من اتباع وربائب اليهود، منهم طبعا اللي ورد حجج وبراهين وشهادات تخلي يعني الموضوع صعب. لو حد عاوز يعرف الحقيقه فعلا ان هو يرد الكلام اللي هم اوردوه واستدلوا بيه، ولكن في الاخر هل ده حقيقه مش حقيقي؟ النتيجه هي الاهم. حتى لو مسلم وهو فعله كان بشكل عام يعني واحد مسلم وبينصر القضيه الصهيونيه، فهو يعني حقق لهم المطلوب حتى لو هو مسلم. هو فعلا يعني اعتقد التفسير الوحيد لنقطه زي دي فعلا ان هم لسه ماشيين على نفس النهج اللي تم نصحهم بيه من قبل امير اليهود في القسطنطينيه، اللي هو حاولوا تمسكوا مفاصل الدول وتوصلوا للمناصب العليا فيها. صح ولا ايه؟ بالظبط يعني وحته برضه اللي هي ان هم الفلسطينيين ضاعوا ارضهم. هو احنا قلنا ان فلسطين كانت في الاساس هي جزء من الدوله العثمانيه، وبعد كده لما تمت بعد تقسيم الدوله العثمانيه بعد طلع من انجازنا في الحرب العالميه الاولى كانت طبعا في طرف المانيا، فالمنتصرين من الفرنسيين والانجليز قسموا الدوله العثمانيه او تركه الرجل الكبير زي ما كانوا بيسموها ما بينهم، ووقعت طبعا كانت ارض فلسطين من نصيب البريطاني. فكانت تحت الانتداب البريطاني زي ما انت قلت. وبدأ طبعا كان في أرض أوقاف المسلمين أوقفوها يعني لعملية خيرية، ادوا جزء منها لليهود. كان في أراضي مملوكة للدولة، ادوا جزء منها لليهود. وفعلا في جزء ضئيل جدا اتباع، ولكن الجزء ده يعني هو طبعا كل ما امتلكه اليهود قبل إقامة دولة إسرائيل من بعد السلب والنهب والتهجير الأعراس الحمراء والسراء 4.5%. 4.5% من أرض فلسطين هم دلوقتي مسيطرين على أكثر من 80%. طبعا الفلسطين هي جزء من الشام، وبالتالي ما كانش فيه التقسيمة الواضحة قوي اللي هي بتاعت سايكس بيك والحدود الموجودة. فطبعا هم دايما بيحبوا يصيروا مشاكل، أو تقسيمة الحدود دايما تقسيمة مثيرة للمشاكل. ففي جزء من العائلات اللبنانية الكبيرة كانوا واقعيين ولهم أراضي في فلسطين،
وسايبين فيها الفلسطينيين بيزرعوا. ممكن يكون واحد بيزرع في الارض وهو مش عارف هي بتاعت فين بالظبط. فلما اتعملت الحدود بقى هو اصحاب الاراضي دول في لبنان واراضيهم في فلسطين، وبقى في حدود وتحرك الاراضي بتاعته، فباعوا جزء منها بعض اللبنانيين، باعوا جزء منها. في الحقيقه اللي اتباع ده مش من الفلسطينيين ولا حاجه. وثانيا اللي برضه ما زال ضئيل، يعني احنا بنقول بعد البيع والاستيلاء على اراضي الأوقاف والاستيلاء على اراضي الدوله وعلى اراضي اليهود الاصليين اللي هم من اهل فلسطين، يقدر على 5%. اللي هو بعد كل الدوشه دي ستيل 4.5%. يعني ما نقدرش نقول برضو ان الفلسطيني باع ارضه في النهايه، بل ان يعني اصدق حاجه ممكن نقولها هو ثبات اهل غزه دلوقتي على اللي بيحصل فيهم. لو كان الفلسطيني بالفعل باع ارضه، ليه اختار في النهايه ان هو يموت فيها على سبيل المثال؟ بالظبط. ويعني وما يقام في غزه الان هو عرس احمر لاهل فلسطين. يعني اليهود بدأ يشتد سعادهم في فلسطين، بدأوا يطلقوا الاعراس الحمر في فلسطين. والاعراس الحمر دي هي المجازر، ما بيسموها اعراس حمر. وده اللي حصل في دير ياسين، في طيبيه، في كفر قاسم، في مخيمات صبر الشتيله، في المسجد الاقصى، في المسجد الابراهيمي في الخليل، وما يصنع في غزه من مجازر واعراس حمراء يراها العالم يعني 24 ساعه. هو طبعا الموضوع يطول الحديث فيه، وازاي اليهود قدروا يوصلوا واحدة واحدة، وازاي تحولوا اصلا حتى من مجرد مهاجرين جايين من دول اوروبية متفرقة ان هم قعدوا في بلد زي فلسطين، وليه كل الفظائع اللي بيرتكبوها دي. بل ازاي الصليبيين ساعدوهم في ان هم يوصلوا في النهاية لأرض فلسطين. احنا كده خلصنا المطلب الاول. ان شاء الله في الحلقة الجاية من البودكاست هنتكلم في المطلب الثاني، وهو دور الصليبيين في تمكين اليهود في فلسطين.